السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انتم عارفين او انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمة لازم تعملهم، هم اللايك والشير واشترك في القناه طبعا وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. باختصار شديد جدا القناه بتاعتي بتتكلم عن سمارت ووتش ومشاكلها والاعطال بتاعتها والبرامج بتاعتها، فلو عندك اي مشكله طبعا بالنسبه للبرامج وبالنسبه للساعه نفسها فطبعا اسالني. لو عندك طبعا لينك الانستجرام او الفيسبوك او رقم الواتساب ممكن تسالني اي رقم فيهم او اي مكان فيهم. طب النهارده كده هنتكلم برضو عن سمارت ووتش، بس هنتكلم عن سمارت ووتش بقى حاجه كده في الحنان شويه عشان الاسعار اللي فاتت دي كانت عاليه حبتين. والساعه اللي هنتكلم عنها النهارده هي ساعه زي الالترا برضو، لان كل الاصدار اللي هينزل هيبقى بعد كده الترا بس، فهي حاجه عامله زي الالترا العاليه اللي هي فوق 1000 جنيه، بس هي بقى تحت ال 1000 جنيه. والساعه اللي بنتكلم عنها دي هي الكي دبليو 900 وطبعا الترا. بص اللي شدني في الساعه دي ان مقاسها زي الاصليه بالظبط، مقاسها 49 وفيها برضو اللوك وفيها المسامير، ده بيبين لك ان هي حاجه كويسه او هو حاولوا يعملوا زيها بالظبط. طبعا بالنسبه للوزن بالنسبه للماتيريال والشاشات فهي طبعا مش نفس تيبيكال اصل، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان حجمها زيها بالظبط، يعني انت ممكن ما تفرقش بينهم لو لقيت واحد لابس الشكل ده او الشكل اللي هو العادي فمش هتبان معاه قوي، وده اللي غاوي شكل بس لانه مش عايز حاجه مثلا تكون اصليه او تكون كويسه بالقياسات بتاعتها، فيها برامج كويسه فيها شغل اكتر، فهو بالنسبه له عايز يلبس ساعه الترا خلاص، فدي يعتبر احسن اختيار ليه. على بقى نتكلم عن الساعه نفسها ونشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجه هنعملها في الساعه دي طبعا الاستيك بتاعها عادي جدا زي الالترا، مقاس 49 وطبعا بيكون في حته حديده كده عشان اللوك انت بتقفله الساعه نفسها ما يخلعش منها الاستيك وما يتحركش يمين ولا شمال. تاني حاجه هنعملها وهي الورقه اللي قدامك دي اللي هي بيكون فيها يعتبر هو الكتالوج او بيبين لك كل حاجه فيها، بس زي ما قلت لك قبل كده احنا المهم عندنا نعرف البرنامج اللي هيشغل الساعه، والبرنامج هنا بصراحه مش مشهور قوي او انا ما جربتوش قبل كده، واسمه ليفن هيلث لايف. نشوف البرنامج ده بيقول ايه الفيديو الجاي ان شاء الله. تالت حاجه هتقابلها وهو الشاحن هنا وايرلس برضه شغال معاك 100 طبعا لو باظ زي ما قلت لك في تبديل ليه او في حاجه تانية هو اعلى منه شويه، لان في السوق يعتبر موجود هو بتاع الاكس 8 الترا اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي شكلها برتقالي، فهو ده الوحيد اللي موجود في السوق، وهو سعره تقريبا من 150 ل 170 جنيه، مش هيغلى اكتر من كده. نتكلم برضو على الاعدادات شويه ونشوف ايه الدنيا كده. بالنسبه للغه العربيه عامه بتاعتها زباله حبتين، فيعني احنا نقول شغاله. ندوس على اول حاجه كده طبعا اسم البرنامج والنسخه بتاعتها والاصدار الاجهزه وعنوان البلوتوث، دي حاجات طبعا عن الساعه نفسها. نرجع لورا، اللغه عندك طبعا اللغه العربيه، في عندك كلمه سطوع بصراحه مكتوبه بطريقه غريبه حبتين، فوقت الشاشه يعني خليه دلوقتي 15 ثانيه. في الذبذبه ودي مش فاهم ايه معناها بصراحه، في الاستبدال وده احنا مش عايزينه، في اغلاق. تمام، هي بالنسبه للاعدادات بتاعتها ما فيهاش اعدادات كتيره، وفي عندك هنا واتس تويتر وفي فيسبوك وطبعا في اغاني وفي هنا الارقام نفسها، فطبعا كل ده ما هيبانش معاك الا لما تفتح البرنامج بتاعها على التليفون وتشوف الاعدادات بتاعتها ماشيه ازاي. طبعا هنا عندك رفع المسام وده حكايه كام دقيقه، وهنا طبعا التاتش بتاعها شغال كويس مش وحش ولا حاجه. فبالنسبه للكتابه فهي بتكتب بسرعه، بالنسبه للارقام فهي شغاله. فنيجي مثلا لحاجه زي كده، طبعا كل ما بص مش هتعرف تعمل اي حاجه غير لما تعمل البرنامج بتاعها وتعمل الاقتران بتاعها. فعندك هنا آلة حاسبه مثلا شغاله عامله زي بتاعه الايفون بالظبط، فما شاء الله يعني مقلدينها 100%. فنعمل عمليه حسابيه كده 8 في 8 64 ماشي تمام. احنا كده يعني مش عايزين منه حاجه. في هنا نظام وقت النوم، في هنا الشاشه، في عندك الكاميرا. فزي ما قلت لك احنا ممكن ما نعملش اي حاجه خالص بالنسبه للساعه دي غير ان البرنامج بتاعها يظبط لك بقى الخلفيه، يظبط لك الوقت، عايز تعمله 12 ساعه او 24 فكل ده متاح معاك من البرنامج بتاعها. فعندك اي حاجه هتعرف هتعملها مش هتعرف تعملها غير من البرنامج. فبالنسبه للخلفيات عندك لف البقره بس كده تشوف الخلفيات اللي انت عايزها شغاله، فحتى لو دوسنا عليها كده وقت طويل مش هيشتغل غير بالبقره. فعندك الزرار اللي في الجنب هنا شغال 100 ومفيش مشكله خالص، وهنا معمول للرياضه، وطبعا هو المفروض فيه هنا في الاعدادات ان هو يتغير، بس مفيش الكلام ده خالص، هتغيره من البرنامج نفسه.
فلو سحبنا مثلا من تحت كده فهو يقول لك الاخبار، لو سحبنا من فوق فعندك هنا الاعدادات والسطوع وكل حاجه بالنسبه زي اشعارات كده. وفي عندك علامه البلوتوز اللي هي عليها تليفون دي، فدي لازم تفتحها وانت فاتح البلوتوز عندك في الفون. فهنا بتجيب لك ايه؟ بتجيب لك لو انت عايز تطلع المكالمه او صوت المكالمه من هنا، تطلع الاغاني، اي اشعارات، اي حاجه يترد عليها من هنا. يعني اي مكالمه بيطلع لك اسم الشخص وترد عليه من الساعه نفسها لو انت فتحت الشغل ده. لو انت مش عايز كده فهتسيبها مقفوله زي ما هي. في عندك هنا الQR بيبين لك اسم البرنامج، وطبعا احنا لقيناه. وهنا لو هتدور على الساعه او بالعكس لو هتدور على التليفون او على الساعه، الاتنين بيشتغلوا معاك. ومفيش حاجه هنا تاني. في مثلا في الجنب كده اللي هو الاشعارات، يعني مثلا هنا التاريخ واليوم والوقت. وفي اللي هي حاجات اللي هي انت بتستخدمها كتير. ومفيش حاجه تاني تقريبا. بالنسبه للبطاريه فاحب اقول لك ان البطاريه هنا مش عاليه، يعني ما عجبتنيش بصراحه. بس في حاجه غريبه قوي في الساعه دي، يعني الساعه هنا شغاله معاك ايه؟ انت ممكن ما كنتش ملاحظ الحاجه دي. شايف ان هي يعني بتنام شويه تصحى، تنام تصحى، الالوان بتاعتها تحس ان هي بتتحرك. فدي مش عارف بصراحه ايه المشكله. نتكلم برضو عن الشكل الخارجي اللي بره، نتكلم عن المسامير اللي معموله. طبعا مسامير تحس ان هي مسامير ساعات عاديه. وعندك هنا اللوك شغال 100 100. في عندك المايك، في عندك السماعات، في زرار الاختصار، كل ده شغال معاك. يجي بقى لاهم حاجه واخر حاجه وهو السعر. طبعا السعر هيفرق معاك خالص بالنسبه للاعدادات او بالنسبه للشغل اللي انت شفته ده. فسعرها كويس جدا في حدود 600 جنيه 650. فدي حاجه كويسه جدا. طبعا سعر مش عالي بالنسبه لان هي فيها اللوك وفيها المسامير وحجمها 49 وفيها شاشه كويسه زي كده. فهي تقريبا زي الحاجات اللي هي العاليه اللي هي ب1000 او اقل او زياده. ف 650 600 مش هتفرق معاك قوي. فهي ساعه كويسه جدا. طبعا لو عايز تزود لها استراب تلاقي، عايز مثلا تركب لها سكرين او كفر، كل ده متاح طبعا معاك. ممكن تغيره بعدين مفيش مشكله. وطبعا لو عايز تشتري الساعه دي فانا سايب لك لينك الشراء تحت، ده اللينك تبعي. فدي حاجه لسه عاملها جديده. فلو عايز طبعا منها اطلب دلوقتي من اللينك اللي موجود في الديسكربشن. صح، وقول لي برده وانت بتطلب الحاجه دي كلمنا على الواتس، قول لي انا جاي لك من اليوتيوب، هديك هديه مع الساعه. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا السريع كده. عشان ايه الفيديو الجاي ان شاء الله هشغل لك كل حاجه بالنسبه للبرنامج بتاعها. فلو عندك طبعا اي سؤال اسالني في الديسكربشن عندك هنا تحت. طب وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا لو عايز اي حاجه او عايز تسال على اي حاجه فعندك لينك الانستجرام، الفيسبوك، رقم الواتساب، ممكن تسالني على اي واحد فيهم. لو طبعا عندك هنا التعليقات اسال زي ما انت عايز وانا معاك. زي ما قلت لك لو عايز تشتري حاجه موجود عندك اللينك في الديسكربشن. واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.